مأساة في الشارع. والاخ المخرج جايب على بعد 5000 كيلو. عيب عيب انك تذيع افريقيا، بطولة افريقيا في السلة على وتذيع افريقيا للطايرة عشان الزمالك مشترك فيها على البوتاجاز. عيب عيب، ده مش عدل. ده نادي الاهلي مصر، ده الزمالك مصر، دي بطولة افريقيا ودي بطولة افريقيا. دول بطولة زي دي بالظبط. كل يوم بتذيع ماتش الاهلي على والزمالك دورك على ما تجيش تشوفه، ما بتذيعش. ليه؟ ليه؟ ما هي دي التفرقه اللي بتعمل تعصب. انا طول عمري بقول النادي الاهلي جماهيره عظيمه وتاريخه عظيم، بنحاول نحل المشاكل. انما اللي شفناه في الماتش ده لا روح رياضيه ولا اصول. والبنات دي لما خسروا الدوري، البنت اسمها مريم مصطفى، الاخ عبد فاروق اللي كان وزيره كان عندي في مكتبي كل يوم لما كان بيبقى عنده مشاكل. قعد يتريق عليها. يا جماعه احنا عايزين البلد دي تهدى. والبلد مش هتهدى الا اذا كانت العلاقه، سيبك من علاقه محمود الخطيب، دي مشكله بينه وبين خلاص. العلاقه بين الجماهير علاقه محترمه في احترام وادب. انما يا جماعه اللي حصل يوم التتويج انك ترمي العيال وترمي لهم الميداليات. ليه؟ هو حضرتك لعيبه الزمالك عندهم جرب؟ سبحان الله، دول نجوم مصر ونجوم منتخب مصر. ده نادي الزمالك اللي بيفرغ اللعيبه لاوروبا في كره اليد بالذات. انت عندك مين؟ عندك واحد اسمه علي اسمه علي ولا اسمه ايه؟ اللي بيلعب بره اسمه علي زين. احنا عندنا كتير ودول بتوع المنتخب. انك تبقى بره واخونا الاخ محمد غزاوي ياخد الميداليات اللي اهله ويمشي. يا اخي ده احنا في الصاله دي في المكان ده لما عرفت ان الاخ العمري فاروق موجود كان عندي اجتماع سبت وجيت سلمت عليه ورحبت بيه. مش عشان عمري فاروق، لا، عشان العلاقه تبقى محترمه وجمهور النادي يعرف ان احنا نادي فعلا عنده قيم. فتحي مبروك لما كان بيجي هنا